يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفعه لا ينتهي يقود لي مع الرضا ما أشتهي على النبي الهاشمي العربي من لي به قضيت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وليهب في الخط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة واجعل حياتي بشرا للمنتقى في آله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صل صلاة لي تخلد العيان مع الشهود وتقود للبيان مع سلام زائد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسره جناسي مصعن كل يعني الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قلت لنا الرسوخ واليقينا يا من شقى وأهله يقينا صل صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسره لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قد المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغى وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والطير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصلتني عن صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت در كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سواء صرفت در كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سواء وضرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن
وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما وضرر الدارين فقبل شكري وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجذه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمدادي ماحيا لظلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم كبلي ما لم يحذه الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد ضري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وهبت للتحقيق في أخذي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لي جدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغيره جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت شكي وهو لا يعود لي أبدا أعدمه المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على القدام